بغيت نطرح هو واحد التحدي في نفس الوقت لحكومة أخنوش. أتحداكم وزير العدل ورئيس الحكومة ديال بلادنا عزيز أخنوش، حطيتوا شكاية بيا هنا باش نعرفكم أنكم الصالح العام وماشي أمور شخصية. أتحداكم أنكم تحطوا شكايات بأمينة تحيدر. أتحداكم تحطوا شكايات بعلي سالم التامك. أتحداكم تحطوا شكايات بسلطانة خيا. نجبد غير هاد الثلاثة. نطوا كتجري وبغيتوا تحطوا شكايات ضد ناس برا وهذا. أتحداكم تنوضوا تحطوا شكايات ضد الرادي الليلي. يلا ها هو في فرنسا وعندكم علاقات زوينه مع فرنسا وهذا، سيروا حطوا به شكايه وسيروا جيبوه. ما تقدروش تحطوا شكايه، مع العلم ان مثلا امينه تحيدر، علي سالم التامك ولا سلطانه خيا كل الافعال ديالهم جرميه وخطيره وتهدد امن وسلامه المغرب. كيتعاملوا مع البوليزاريو وحنا في حرب عسكريه مع البوليزاريو، هما كيتعاملوا معاهم ويتعاونوا معاهم وممثلين لهم في المغرب. وص منا ما تقولوش يا ديمقراطيه. غادي نقول لكم ضعف ديال الحكومه، ضعاف امام هاد الناس. حقرتوا عليا، حقرتوا على الاخ المهداوي، حقرتوا على عدد من المواطنين والصحفيين. ما تقدروش على هادو. هذه حكومه ما تقدرش. هاد الناس يمثلون البوليزاريو اللي كيقصف عسكريا، يقصفنا. وهذا الشيء راه بوريطه صرح به بان كاين قصف شبه يومي. هاد الناس كيهزوا الرايه ديال البوليزاريو وسط اقاليمنا الجنوبيه. واحد، هاد الناس كيسافرون الى الجزائر، وملي كيوصلوا الجزائر كيبقاو واحد يومين 3 ايام تما مع مسؤولين جزائريين. ما يمكنش هذا المسؤول الجزائري يكون كيدير راي ولا شي حاجه اخرى. علاش كيتناقشوا معاهم غادي يكونوا مسؤولين ديال المخابرات. ما غاديش في الجزائر يقولوا لهم اجيو تمشيو للبحر الابيض المتوسط، اجيو تبرونساو شويه، ارتاحوا، عوموا وسيروا ارتاحوا تما. لا، غادي يتحاوروا معاهم، غادي يعطيهم استراتيجيه اللي غينفذوها في المغرب، غادي يقولوا لهم غنعطيوكم الدعم عن طريق الجهه الفلانيه، وها كيفاش غتناضلوا من وسط المغرب باش تخلقوا البلبله وتستقطبوا عدد كبير من المواطنين الى الانفصال. كيلبسوا تري، كيهزوا الكلاش، كيديروا الرايه ديال البوليزاريو، واحد الشرويطه كيعلقوها وكيقولوا المغرب المستعمر ويصفوننا بكل شيء. اتحداك اخي النشا وهبي تنوضوا تحطوا شكايه بهم. والله لا قدرتوا، والله من العكس، والله لا قدرتوا تقيسوا فيهم، ولو تشوفوا فيهم غير بشوفه خايبه. ما تقدروش. يلا وتجيو عندنا حنا وتبغيو تعطيونا انا كيسبونا